على قولة التكارتة ايش كثر يسألوني ووايد يسألوني عن الكيك. شلون؟ سؤال دا يتكرر علي. شلون يتقطع الكيك اذا ما عندي منشار او قاطوعة؟ يعني انا عندي هاي القاطوعة تعرفونها، اقطع الكيكة بهذا الشكل تجيني 3 قصات. اذا ما عندك هاي بيش اقطعها؟ عادي اقطعها بسكينة، عادي اقطعها هذا بأي شيء. تعال نصورنا اللي جاي. عندي هاي قاطوعة واخذتها ما احتاجها. عندي هذا نقول عليه سكينة او يعني منشار مال كيك كلها تعرفه. شلون اريد اقصها؟ اقصها 3 قصات. اول ما اجي اقص الشعب، اول ما اجي اقص شعب والبالنص والوجه والزايد الفوق اذبه. والقياس يعني حق اصبع هاي قصة، هاي قصتين، وتجي الثالثة الوجه تشيله. هذا تنشال توخر على صفحة تطلع عندك 3 قصات. تكون عالية او ناصية او هو طبعا قصة ايد، بس المهم هذا راح يضيع بالتحشاء بالكريم. هاي اسئلة تتكرر عندنا على تقطيع الكيك. اذا ما عندك هذا المنشار شلون اقطعها؟ بالسكين؟ عادي تقطعها بسكين، او هذا نقول عليه هو منشار مال كيك يدوي يسمونه، تقطعها يدوي. واذا تريد تخلي يعني تعلوان 2 مثلا اي شيء خشبتين وتخلي وتقيس وتقص تجيك قصة واحدة. بس انا عندي القصة هيك انا حتى اذا تكون واحدة عالية واحدة ناصية ماكو مشكلة، راح تضيع بالكريم. يعني افتهمتوا الموضوع؟ تقطيع بالايد بالمنشار او بالسكين بهاي الطريقة. هذا المنشار ما عندكم الوخرة ما نحتاجه. زين؟ نريد من عندكم المتابعة واللايك، تشجعونا ننزل فيديوهات اكثر واكثر. اي اسئلة تخص الكيك انا حاضر وتأمروني امر. اكتبوا لنا بالتعليقات تدللون. مع السلامة.